السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من وين ما كنتوا عم تتابعونا وتشاهدونا. أحلى تحية وأحلى سلام لكم. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. وطالع لك اليوم بدي أخذكم على كذا مطعم بإدلب المدينة بيقدموا أكلة بيحبوها الكبار والصغار اللي هي البيتزا. حبايبنا رح ندوق ونقيم ونعطيكم رأينا. تعالوا معنا. دقيق لك شوي يا حبايبنا. انتوا عم تنسوا تعملونا لايك وسبسكرايب وشير وكومنت على الفيديوهات، وقولونا وين بدنا نروح. على اذا في حواليكم مطعم طيب واكله طيبه دلونا عليه لحتى نروح عليه. يلا تعالوا. حبايبي نحن بالضبيط. تعالوا شوفوا معلم هذا المحل اللي اسمه بيتزا هاوس او بيت البيتزا. تعالوا فوتوا لك معلم. هون بيت البيتزا، هذا المحل بدنا ناكل عنده ونقيم لكم. تعالوا لكم حبايبي. طلبنا بيتزا خضار. تعال عندي لقلك. معلم شو اخي ياسير؟ شو رأيك انت؟ دقت لي هالبيتزاية ولا لا؟ والله شيء مرتبة عجبتها؟ والله انا زلمه بتعرف من عشاق البيتزا. اي والله، وانا كمان من عشاق البيتزا. انا كل شيء اكل بحبه عمي للاخير. هلا بالنسبة للعجينة مو سميكة، والخضار كذلك الامر، يعني ما حاط فيه زيادة الزلمة انه يكون طاغي على طعمة البيتزا والصوص اللي بقلبها. والله لاحظت طعمة الصلصة طيبة. ايه بس في مشكلة، لو كان مزود الصلصة شوي صغيرة، يعني هي ما لها ظاهرة كثير طعمة الصلصة. ايه لو يعني شوي صغيرة هيك الصلصة مزودة كانت طيبة. الجبنة نوعها جيد جدا، بس يعني هذا اول صحن بيتزا يعني حاليا جيد. اعطيناكم رأينا بهالمطعم. تعالوا على اللي بعده. حبايبنا اللزام وصلنا عند المطعم الثاني. تعالوا لكم. تعالوا، هذا مطعم السلطان. نفوت نجرب عند منه البيتزا. تعالوا لنشوف ندوق نقيم. تعالوا لكم. تعالوا. حبايبنا رجعنا لكم من المطعم الثاني. تعالوا شوفوا البيتزا. شوفوا معلم، شوفوا هي البيتزا خضار طبعا. شوفوا البيتزا. اطلع كمان. ما حاطلع كمان حبايبي. هلا حدوق ودوق شريكي اللي معي. طبعا ما حاكل لحالي، واللي بده يجي اهلا وسهلا، بس يخبرني مشان اعمل حسابه. معلم طلع لي معلمها على العجينة تأميرة، يعني مستوية. يلا باشا شغل. بسم الله. شوف لي هالحركة. شوف لي هالحركة. ونعمل لهم وحدة هيك وبسم الله. دبل كريصة هاي معلم دبل كيك. دبل بيتزا. يا رب بسم الله. يا قوي. شو المعلم؟ شو الترتيب؟ هلا الصراحة والأمانة العجينة كتير طيبة. اي والله. بس في عندي ملاحظة يمكن شافها أخي هون، إنه ما في طعمة صوص. ما في طعمة صوص. والكاتشاب
حد كتير. انا حكيت يعني عند هذاك المحل الثاني انه بيحطوا مثلا، في ناس بتحط بتخيرها كاتشب مثلا نوعين، بارد ولا حار. العجينه كتير طيبه، الجبنه كمان طيبه. بصراحه هي الجبنه اكثر من هذيك يعني، او يمكن ايه نوعيتها كانه كانت هي افضل بصراحه. والله شايفك عم تاكل انت بس ما عم تحكي، بس عم تاكل. شلون بدي اقول لهم معلم كلها هي تبعك شيء في بصراحه. ما فيها خضار زياده، حلو تمام. بس هي النقطة الوحيدة اللي كانت يعني عليها الصوص ما فيها طعم الصوص بنوب. يعني أنا عم باكل اليوم اللي هي شو اسمه العجينة تاع البيتزا وأشقوان وخضار بس، أما صوص بيتزا ما كان فيها. والله يعطيهم العافية، بتمنى إنه يحسنوا أكثر من هيك. شاهدونا بالمقطع اللي بعده منه. الله يسعدكم حبايبنا، نحن حاليا بمطعم الأندلس يلي بيتميز بقعداته العربية. طبعا نحن جايين عند منه نجرب البيتزا مثل المطاعم اللي قبل منه مثل ما شفتوا. نحن هلا حفرجيكم شوي على الديكور الحلو اللي بالمطعم. تعالوا يعني تعالوا. حبايبي اجت البيتزا، تعالوا شوفوا تعالوا. اوه بردت كلمة شوي. بدت شوي، نحن تاخرنا عليها شوي. بدنا ندوق الطعمه معلش. والله يا ابو حسام، والله يا معلم بدي اياك تذوق كالعاده معي. معلش شريكي انت بدك تذوق معي يا جماعه. طبعا صراحه نحن ما حنخفيكم على الامر، رح نقول لكم يعني انه نحن تاخرنا شوي بالبيتزا حتى جبنا اياها شوي بين ما جهزنا امورنا، بس ولكن مشان انه الجبنه وكذا وامورها هي مالحه شوي والله. ها زيتون مالح. زيتون مالح. جبنتها مو كثيرة. الجبنه كثير قليله والصوص قليل بقلبها. طبعا بالبيتزا انصدمنا. والله توقعت طبعا مطعم الاندلس هو مشهور بادلب، عرفت شلون؟ طبعا بيقدم اكل كثير طيب، بس انصدمنا بطعمه البيتزا. يعني اكلناها عنده بهالمره وحبينا ننقل لكم التجربه. كانت اكثر من هيك كثير اطيب، كان افضل بكثير من ناحيه الجبنه ومن ناحيه العجينه، حتى الطعمه والصوص تبعها كثير اطيب. بتمنى انه يحسنوا منا اكثر، لانه بصراحه مطعم الاندلس له مصداقيه وله طعمه. يعني حرام هيك مطعم يقدم لك بيتزا. اي نعم. معناتها هلا بدنا نروح على ياسر، بنروح على التقييم على الاخير. ان شاء الله بنلاقيكم ان شاء الله. حياكم الله. حياكم الله. طبعا بعد ما كنتوا معنا بهي الرحله الحلوه حابين نقيم. طبعا بعد ما زرنا المطاعم الثلاثه اللي كان اولا هو بيتزا هاوس، والثاني كان السلطان، والثالث اللي كان هو الاندلس. طبعا بيحتل المرتبه الاولى اللي كان هو بيتزا هاوس من ناحيه السعر والطعام والحجم. بصراحه كان يعني افضل شيء هو. بعدين بيجي السلطان كان جيد يعني مقبول، ولكن كانت القطعة أصغر وأغلى من ناحية السعر. أما الصنف الثالث أو المطعم الثالث اللي رحنا عليه اللي هو كان شو اسمه الأندلس، كان أصغر حتى من السلطان. وبصراحة نحن تفاجئنا، نحن عاملين عنده تجربة وكانت كتير طيبة. بنتمنى إنه يحسن، لأنه هو مطعم له سمعة طيبة. وحياكم الله، لا تنسوا تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب، وتقولوا لنا إذا في مطاعم ظريفة نروح عليها. ولا تنسوا توصلونا ل1000 متابع على اليوتيوب. ولكم مني أحلى سلام، والسلام عليكم.